اهلا بكل اصدقائي وصديقاتي المحترمين في المصطبة حكايات. عمر الشريف او ميشيل شلهوب مواليد اسكندريه، وعمر الشريف يا جماعه مع المخابرات المصريه بقى ده حكايته حكايه. ده يعتبر الراجل الوحيد اللي من المشاهير اللي احنا نعرفهم واللي جندته المخابرات المصريه، راجل مش ست، لان الاساس في التجنيد انهم يكونوا ستات. فمش معنى المره دي اختاروا راجل، وكانوا عايزين ايه من عمر الشريف ومع مين وهيعمل ايه وليه. هنتكلم النهارده كمان عن الفنانات والمشاهير اللي وقعوا في فخ المخابرات المصريه واشتغلوا معاهم سواء برضاهم او غصب عنهم. وكمان هنتكلم عن اهم الفنانات اللي فلتوا من فخ المخابرات المصريه وهربوا من مصر، وازاي هربوا من مصر وازاي هربوا من المخابرات اصلا. لكن فضلا وليس امرا، لو الحلقه دي عجبتكم ما تنسوش عمل لايك والاشتراك في القناه. المهم الحقيقه يا جماعه ان من يوم ما نشأت المخابرات المصريه سنه 1963 وطلعت فكره الكنترول او التحكم، كان صاحب الفكره دي الله يرحمه بقى مطرح ما راح حسن عليش رئيس هيئه الامن القومي في المخابرات المصريه. وكانت فكره الكنترول دي عباره عن ايه؟ عباره عن تجنيد بعض المشاهير من الفنانات الستات لتجنيد بعض الاجانب والدبلوماسيين ورجال الاعمال والوزراء وبعض الرؤساء وبعض الملوك، وده كله للحصول على معلومات بتفيد في اعمال المخابرات العامه. وبالفعل تم تجنيد بعض الفنانات. ومن الناحيه الثانيه في فنانات المخابرات ما قدرتش تجندهم وهربوا بره مصر. وهنتكلم الاول طبعا عن الفنانات اللي فلتوا من المخابرات وهربوا بره مصر. وهربوا ازاي؟ الحقيقه يا جماعه هم 3 فنانات ومذيعه مشهوره جدا. الفنانه الاولى هي المطربه الرائعه المحبوبه شاديه، واللي الحظ لعب معاها دور جامد قوي قوي قوي. ففي الفتره اللي المخابرات المصريه طلبت تجنيدها، صلاح نصر طلب تجنيدها، كانت لحسن حظها متجوزه من الفنان صلاح ذو الفقار. مين صلاح ذو الفقار؟ يا اخو المخرج عز الدين ذو الفقار، واخو المخرج والممثل محمود ذو الفقار. والثلاثه دولت يا جماعه كانوا قبل ما يتجهوا للتمثيل كانوا ضباط في الجيش واصحاب لمين؟ لصلاح نصر اللي كان هو رئيس المخابرات المصريه وقتها، واللي طلب من شاديه التجنيد. وفعلا راحت شاديه، لكن راحت له ومعاها صلاح ذو الفقار جوزها. وطبعا صلاح نصر ما قدرش يفتح بقه باي كلمه، مش احترام لصلاح ذو الفقار واخواته اللي هم اصحابه، لا، لانه كان خايف لصلاح واخواته يعرفوا فيروحوا ويبلغوا رئيس جمال عبد الناصر، عشان هم كانوا ضباط في الجيش وكانوا اصحاب جمال عبد الناصر برضه. واللي كان جمال عبد الناصر رافض تماما موضوع تجنيد الستات او النساء في المخابرات المصريه هو وحسين الشافعي، لان الموضوع ده يعتبر طبعا حرام شرعا وقانونا. وبعد ما مشت صلاح نصر اتعصب وقال اللي حواليه في عصبيه كده فلتت مني بنت الكلب. اما الفنانتين التانيين والمذيعه فهم الفنانه الكبيره المحترمه فاتن حمامه والفنانه لبنى عبد العزيز والمذيعه ليلى رستم اللي عمها يبقى الفنان الكبير زكي رستم، ودي كانت اشهر مذيعه وقتها في مصر وفي الوطن العربي يا جماعه. اما زي الثلاثه بقى دولت فلتوا من صلاح نصر وهربوا ازاي من قبل ما المخابرات تعرف عنهم حاجه. هقول لكم ازاي. الاول المذيعه ليلى رستم هي ولبنى عبد العزيز هربوا راحوا من امريكا، اتجوزهم وراحوا لامريكا. اما فاتن حمامه فهربت على لبنان وقعدت هناك لحد ما صلاح نصر اتمسك والموضوع خلص، ولكنها ما صدقتش برضه. ام كلثوم راحت لها وعبد الوهاب راح عشان يجيبوها، مش مصدقه، خايفه ان الموضوع يكون مش حقيقي وان صلاح نصر لسه موجود والمخابرات لسه موجوده، الى ان قرر فريد الأطرش نفسه يروح لها بنفسه وراح قال لها انا قاعد لك على ما اشرب فنجان القهوه تكوني لبستي وتنزلي معايا، واكد لها فعلا ان الموضوع خلص والموضوع انتهى، فصدقت ونزلت مع فريد الأطرش. وكان هو سبب نزولها لمصر ورجوعها تاني لمصر هو فريد الأطرش، ومثل معها فيلم بعد كده كان من اشهر افلامها بعد كده اول ما نزلت مصر. السبب في هروبهم بره مصر هو فتش عن اعتماد خورشيد. اعتماد خورشيد دي كانت فنانه مغموره فاشله. المهم كانت مجنده في المخابرات المصريه بعد ما صوروها في اوضاع مخله بالاداب مع ضابط من المخابرات جندوها برضه، واللي اتكلف بتجنيدها واتجوزها صلاح نصر نفسه يا جماعه اجباري بعد ما طلعها من جوزها المصور السينمائي احمد خورشيد والد الفنان عمر خورشيد. وعلى فكره كانت حامل لما اتجوزها صلاح نصر،
واتجوزها وهي حامل، ومن جبروته كمان خلى جوزها احمد خورشيد يمضي على عقد الجواز كشاهد اول، لا كده لا اما يدخلوا مصحه الامراض النفسيه زي ما عمل مع غيره قبل كده. المهم كانت اعتماد خورشيد ديت هي الخيط او الدراع اليمين لصلاح نصر وعين المخابرات المصريه في الوسط الفني، وكانوا كل ما يحتاجوا يجندوا اي فنانه يبعتوا لاعتماد خورشيد ويقولوا لها روحي لها وجنديها. فلما قالوا الاعتماد عايزين نجند فاتن حمامه ولبنى عبد العزيز والمذيعه ليلى رستم، قامت على طول من ورا المخابرات المصريه وراحت قالت لهم على الحقيقه واللي هيحصل لهم من المخابرات، وقالت لهم يهربوا بره مصر بسرعه. طبعا تصرف اعتماد خورشيد ده يا جماعه الغريب وراه سببين. الاول انها عشان بتحب الممثلات دولت وعشان هم صاحباتها فحاولت تحذرهم عشان خايفه عليهم، وانا عن نفسي بشك في الموضوع ده. اعتماد خورشيد شخصيتها ما تعملش كده. لكن السبب الثاني اللي انا شايف ان هو منطقي جدا جدا وينطبق على اعتماد خورشيد وشخصيتها لانها حبت الموضوع. السبب الثاني هو حذرتهم، مش خايفه عليهم لا، وده هي خايفه لو واحده منهم تزغلل في عين صلاح نصر ويحبها وتاخد مكانها في المخابرات المصريه، وفي الوقت ده صلاح نصر والمخابرات نفسها كلهم هيستغنوا عن خدمات اعتماد خورشيد. وخصوصا يا جماعه ان الفنانات دولت كانوا اشهر من اعتماد خورشيد واجمل منها كمان. نيجي بقى دلوقتي الفنانات اللي وقعوا فخ وشبكه المخابرات المصريه. اولهم الفنانه الكبيره المحبوبه سعاد حسني. ثانيا الفنانه مريم فخر الدين. ثالثا الفنانه شكار. رابعا الفنانه ليلى شعير، دي واللي كانت في فيلم عائله زيزي بتاع سعاد حسني اللي كانت بتلعب اليوجا وحبها احمد رمزي في الفيلم. خامسا الفنانه امال ماهر واللي كانت في فيلم رابعه العدويه بطوله نبيل عبيد، واللي كانت عشيقه فريد شوقي في الفيلم وبتعذب رابعه العدويه اللي هي نبيله عبيد. ونجوى وخلاص كفايه كده، ان الله حليم ستار. المهم نرجع بقى لموضوعنا زي ما قلنا في الاول ان عمر الشريف مع المخابرات المصريه يا جماعه ده حكايته حكايه لوحده. كان في شخصيه القصه هي بقى كان في شخصيه سياسيه مشهوره وكبيره في لبنان وهو اسد بولس الاشقر. ده كان سياسي كبير وكان بيشغل منصب رئيس الحزب السوري سنه 1957 ايام الوحده بين مصر وسوريا، وكان له اراء معارضه للسياسه المصريه، ويمكن هو كان من اسباب تفكك الوحده بين مصر وسوريا. المهم المخابرات المصريه كانت عايزه تضغط عليه باي طريقه عشان يتنازل عن قراراته ويسمع كلامها ويبقى في صف الراي المصري ويبقى تحت ايديهم وشخشخه في ايديهم، وده كان راجل محترم جدا وله هيبه. فتعمل ايه؟ كان عنده ولد وبنت، الولد اسمه غسان الاشقر والبنت اسمها نضال الاشقر. ده مربط الفرس الممثله المسرحيه المشهوره ومشهوره جدا نضال الاشقر دي. ونضال الاشقر دي بقى بنته كان هي مربط الفرس الممثله المسرحيه المعروفه. ففكرت المخابرات المصريه في حيله ذكيه للتخلص من اسد الاشقر عن طريق بنته. ففكرت تعمل ايه المخابرات المصريه لاذلال الاشقر ده؟ قالوا احنا نجند عمر الشريف اللي كان وقتها مكسر الدنيا طبعا ممثل عالمي عشان يوقع نضال الاشقر في غرامه اللي هي بنت اسد الاشقر، وكان غاويه تمثيل بقى وبنت شعلونه كده وجميله. وبعدين يتصور معاها في اوضاع مخله بالاداب وبين عمر الشريف ونضال الاشقر، وبعدين يمسكوا الصور ديت ويعرضوها على ابوها، ولا اما تسمع كلامنا يا اشقر لا اما ننشر الصور بتاعت بنتك وهي في احضان عمر الشريف. بس لسبب ما توقفت العمليه. وطلع عمر الشريف بقى مره يقول في برامج انا اللي قلت لها الحقيقه صعبت عليا ووجعت قلبي، ومره يقول في برنامج تاني لا ده الموضوع اتوقف من ايه المخابرات ايه ما اعرفش السبب، هو المخابرات هي اللي وقفت الموضوع فجاه. المهم طبعا عمر الشريف الممثل العالمي المحترم كان بيكذب. ليه؟ لانه لو كان قال لها الحقيقه وكان هو عايز يطلع بطل يعني هو السبب نهايه الموضوع والعمليه لكان زمانه مش موجود لحد دلوقتي، كانوا قتلوه، كان اتناسى في المخابرات المصريه. لكن الحقيقه يا جماعه اللي خلى عمر الشريف ما يكملش دوره مع نضال الاشقر واللي ما قالش عليه وعايز يطلع بطل ويحسن صورته كان موضوع تاني خالص. هو
ان المخابرات نفسها كشفت بعد هزيمه 1967 وفضيحه المخابرات اللي اتكشفت، واتقبض على صلاح نصر وكل اعوانه، وده طبعا حظ المسكينه نضال الاشقر. ودي كانت نهايه قصه عمر الشريف وتجنيده من المخابرات المصريه.